نسيت شيء. بعض الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، الصحيح قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت شيء اذكر الله تعالى لا إله إلا الله بأي ذكر، وهذا هو الأصل. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا خلاف السنة. بعض من الناس نسمع يقول فلان ما يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. أعوذ بالله، من الإنسان المخلوق اللي هو يمسك رحمة الله؟ ما حد يمسك رحمة الله تعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. اللفظ هذا محرم وما يجوز نقوله. الناس سوى معصية ولا عصب أو بيتذكر شيء يلعن الشيطان، الله يلعن إبليسك أو يلعن الشيطان، وإذا لعنت الشيطان يكبر ويتعاظم يصير مثل البيت. والصحيح الله تعالى قال لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والرسول قال لا تسبوا الشيطان. نجلس مجالس ونتكلم وقد نغتاب ناس ونقع فيهم. أول شيء أسويه وتذكره وأنا قبل لا أقوم المجلس أقول دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التشاؤم اللي طايحين فيه شبابنا، فلان مقبس علينا، فلان دائما يقبس علينا، والتشاؤم أقول لك أنا مالي حظ، أنا حظي دائما نحس. وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، والطيرة هو التطير، والتشاؤم ليس من ديننا. تفاءل بالخير. من الجلسات المنهى عنها غريبة نشوفها بالديوانيات أو عند الأكل، تلقى واحد متكى على إيد اليسار أو يقعد القعدة هذه يتكى على إيد اليسار. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون راحة الشمال هكذا وتتكى عليها، ما يجوز. أنا متوضي لصلاة المغرب، أذن ذا العشاء، والله إني شاك أنا انتقى وضوئي ولا لا. في الحالة هذه لا تلتفت حق الوسواس، لأن اليقينك متوضي المغرب صلي بالوضوء ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. اللي يحب أخوه المسلم هو قاعد في الديوانية أو في مجلس، سمع أحد يغتابه، والله ما أسمح لك تتكلم عن أي واحد قدامي. قال عليه الصلاة والسلام من رد عن عرض أخيه في الدنيا رد الله وجهه عن نار جهنم. أجر عظيم. حد عصبي يتنرفز بسرعة، ينفعل بسرعة، إذا واحد غلط عليك ومسك نفسك تقدر تقوم وتمد يدك عليه أو أنك ترد عليه السبة. قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظ وهو قادر عليه دعاه الله يوم القيامة يتخير من الحور العين. واحد فينا هو يمشي بالسيارة يشوف بعض المصائب، حادث شنيع أو رجل توفي أمامه، في دعاء نقوله دعاء إذا رأيت مبتلى: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. من قال هذا الدعاء لم يصبه هذا البلاء. اللي تو متزوج خايف، واللي تو جاي مولود هم خايف، واللي شاري له بيت هم خايف، واللي تو شاري سيارة هم خايف، خايفين من العين والحسد. حصن نفسك، صلاة الفجر مع الجماعة، أذكار مساء والصباح، حافظ على آخر آيتين من البقرة في الليلة تكفيك من كل